إجاني جواب من زين الملاح يخلي العتمة زي نور الصباح، حروفه نار أمضى من السلاح، وفي معانيه بلسم للجواح. يقول لي انت نايم ولا صاحي، بخاف عليك من رقص السماحي، يا نايم فز حية على الفلاحي، وشفت العين تقدح لي عتابة، كفاية يا دموع العين اسكابة. الله الله ما أجمل الحب. الله ما أجمل الحب في الطفولة والبراءة. حبيت المشهد حلو كتير. دخلت مكان مش عارف أنا وين، حسيت إنه مدرسة، كنت بدي أعبي بريك المي، لقيت ولد وبنت بيلعبوا مع بعض وأنا عطشان، مديت البريك على الولد يعبيلي، ما أخدش باله، ما أخدش مني البريك، مديته على البنت كمان، البنت ما مدتش إيدها، استغربت، قلت إيش في ماله، ليش مش راضيين يعبولي مي؟ بعدين الولد والبنت مسكوا ايدين بعض وطلعوا يجروا، الحقتهم بعد ما طلعوا يجروا، بدي اشوف وين راحوا، ايش فيه، ليش ما سمعوش مني؟ دخلوا صف، فتشت بالصفوف لما لقيتهم، ياه هلكيت عرفت ليش ما خدوش مني البريك. الصف كله أطفال مكفوفين، الولد والبنت مكفوفين، يعني الطفل والطفلة ما شافوا البريك ولا شافوني. شو محلاهم بيتعلموا إنجليزي، ما اشترهم. سألت عن أساميهم، براء وأحمد، شاطرين كتير. اتذكرت قصة إيمان، إيمان كانت طفلة بمدرسة القبس، يتيمة الأبوين وكفيفة، اتحدت الحالة وتفوقت على نفسها ودرست، كانت تنام وتروح كل أسبوع على قريتهم من المدرسة، ظلت تدرس وتتعلم لما صارت بجامعة بير الزيت من الأوائل، وتوظفت في التربية والتعليم. والصدفة وأنا بسمعها في التربية والتعليم بتقول للمسؤولين أنا بدي أكون مدرسة مدرسة عشان أروح أعلم في المدرسة اللي تعلمت فيها وأود الجميل لطفولتي. ياه ما أعظم شعبنا، فعلا شعب الجبارين، بقوة الإرادة الحرة من العتمة بيخلقوا نور وبينتصروا على الظلام بالعلم والمعرفة والتنوير. حبيتهم كتير وحبيت الحكاية، وتذكرت قصة الأيام لطه حسين، وتذكرت عظماء كتير، ومذيعة أردنية عظيمة كانت كفيفة. يعني أطفال فلسطين ممكن هدول الشطار يكونوا علماء ويكونوا مهمين، ورغم كل هيك بيتحدوا العتمة وبيخلقوا ضوء، بيتحدوا الظلام وبيخلقوا نور. هاي شعبنا الفلسطيني. أدركت إنه أنا في مدرسة كبيرة للأطفال المكفوفين اسمها القبس، موجودة برام الله. المهم وأنا طالع لقتني الست الطيبة مديرة المدرسة، أخذت مني بريك المي وعبت لي إياه مي، أخذت لي بريك وطلع. إحنا شعب محتاج الفرح، بدون الفرح بالموت. وكل إنسان بيحب الخير في رمضان وبيحب يصنع فرح لأبناء شعبه يجي هون ويشوف هدول الأطفال الحلوين، وكل عام
وانتو بخير.